هو المرتب العالي بس هو الحاجة اللي ممكن تحببك في الشغل؟ فكر تاني ان المدير في العموم يكون انسان قبل اي حاجة. ردا على السؤال اللي كنت بسأله من شوية، فتعالوا نفكر تاني لان ممكن الاجابة تكون مختلفة. الفلوس مش بس هي الحاجة اللي ممكن تخليك تحب الشغل او انك تحب الشركة اللي بتشتغل بيها. يا صباح الفل، معاكم محمد ابراهيم وحلقة جديدة من وانت نازل الصبح. ويعني بجد وحشتوني جدا. متضايق بصراحة ان اخر حلقة من زمان قوي، ولكن اهو كل حاجة ليها اوانها. وانا النهاردة جاي اتكلم معاكم في موضوع يمكن اللي نورهولي هو الكارير كوتش الجميل اللي انا بحبه وبعزه على المستوى الشخصي، محمد علي عبد الرازق. تعالوا نفكر كده مع بعض، هل وانت نازل الشغل النهاردة فكرت ايه اكتر حاجة الشركة اللي انت بتشتغل فيها ممكن تعملها وتخليك تحب الشغل اكتر؟ وقبل ما اكمل كلامي عايز اقول حاجة، انا هنا بتكلم او اللي هقوله دلوقتي او اللي الناس بتقوله هو جنب التقدير المادي، مش هقول العالي، التقدير المادي المنطقي، التقدير المادي المعقول للظروف اللي احنا دلوقتي فيها. احنا الناس بتحب الشغل عشان خاطر تبدع وعشان خاطر تفنن ولكن برضو ستيل المادة مهمة. النهاردة دي اللي هتأكله ودي اللي هتشربه ودي اللي هتربي عياله ودي اللي هتخليه يستر نفسه ويستر أهل بيته. ما هي دي المادة مهمة جدا، ده قبل أي كلام، عشان خاطر محدش يفتكر أو محدش يشوف إن أنا بتكلم في عالم تاني. محمد علي عبد الرازق نزل البوست ده عنده عشان يشوف مع الناس فكرة انه هل انتوا بتحبوا الشغل عشان بس الفلوس ولا في حاجات تانية الشركات والمديرين ممكن يعملوها بحيث يحببوا الموظفين او التيم بتاعهم اكتر في الشغل. عديت بسرعة على التعليقات فلقيت مثلا ناس كانت بتتكلم انه والله احنا اشتغلنا في مكان فكان متاح فيه انهم يغيبوا بدون ما يبلغوا، يتأخروا بدون ما يبلغوا، ولو ما فيش شغل كان مسموح لهم عادي ان هم يشوفوا كورس او يقروا كتاب. حد تاني كان بيتكلم انه المانجر دايما بيبقى عايز يعلمك ويديك من خبرته ويفهمك، يعني هو مش بس شخص جاي ينظر او شخص جاي يعلي عليك او لا، بالعكس هو شخص جاي يعلمك، جاي يفيدك، جاي يديك معلومة جديدة. في حد تاني كان بيتكلم انه لو في ضغط شغل المانجر بيبقى عارف فبيزق معاك، ما يضغطش عليك بزيادة، بيمشي الامور طالما متاح انه يمشيها. في حد تاني كان بيتكلم على انه الشركة بتوفر لهم ميزانية شهرية للكورسات حتى لو حاجة ملهاش علاقة بالشغل. يعني ممكن واحد مثلا بيشتغل في حاجة لها علاقة بالهندسة فتلاقيه بياخد كورس ليه علاقة بالمزيكا او بالثقافة او بالادب، يعني حاجات ملهاش علاقة بالشغل. وفي كومنت عجبني انا شخصيا، قال ايه بقى؟ قال لك ان المدير في العموم يكون انسان قبل اي حاجة. المعاملة الحلوة او المعاملة الطيبة عامة تخلي اللي قدامك بالبلدي كده يبلع لك الزلط زي ما بنقول. انت لو في حد بتحترمه وبتقدره وبتحبه وشايف ان هو برضه بيقدرك وبيحبك وبيخاف عليك وبيخاف على مشاعرك، انت هتعديله حاجات كتير. يعني انت في العادي حاجات كنت هتقف عندها بس انت عشان في علاقة اكبر ما بينكو فانت هتعديله. فنرجع في الاخر نلاقي انه المدير اللي بيسامح، المدير اللي بيعدي، الشركة اللي بتقدر موظفينها. فعشان نلخص الموضوع، المعاملة بالحسنى والطريقة الكويسة، الشياكة في المعاملة بتريح قوي وتخلي الناس تحبك جدا. على فكرة في ناس ممكن تكون بتشتغل في شغلانات وبتتقاضى اجر كبير جدا او بتتقاضى مرتب حلو قوي وتلاقيهم مش مبسوطين، تلاقيه بيقولك انا عايز امشي من الشركة دي، انا ما عنديش مانع اروح اشتغل في شغلانة اقل واخد فلوس اقل، بس في سبيل كده المعاملة تبقى كويسة، في سبيل كده الناس نفسها تبقى كويسة، حتى يقولك ان بيئة العمل ما تبقاش توكسيك زي ما بنسمع اليومين دول. فخلينا نسأل نفسنا احنا بقى سؤال، هل احنا كشخصيات نقدر نطور من نفسنا بشكل مستمر؟ يعني ايه اللي احنا ممكن اصلا احنا كأفراد نعمله عشان نساعد نفسنا حتى لو الشركات نفسها ما بتعملش ده؟ فكروا كده النهاردة في الموضوع ده، ولو شفتوا شركة او اشتغلتوا في شركة بتعمل حاجة كويسة قولوا لي في الكومنتات. يومكم جميل، كان معاكم محمد ابراهيم، سلام عليكم.